السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض القولون العصبي اللي هو اسمه Irritable Bowel Syndrome. ده بيكون اختصار IBS. كويس كده، Irritable Bowel Syndrome IBS. طب قال لك والله هنا ايه هو القولون العصبي؟ قال لك ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن GI سندروم. بيكون عبارة عن ايه؟ بيحصل ألم في البطن abdominal pain، وبيحصل تغيرات في اللي هو البول اللي هو المعدة نفسها في غياب اي اورجانيك كوز. لو في اي سبب عضوي ولا كده، هو ده اللي بيبدأ يعمل لي القولون العصبي. طب قال لك ايه كمان؟ قال لك كمان اللي انا عندي 4 انواع من القولون العصبي. نوع بيكون عبارة عن دي اللي هو الديارية، ونوع عبارة عن سي كونستيبيشن عبارة عن امساك، ونوع عبارة عن يو، ونوع عبارة عن ام. هنعرف الانواع دي دلوقتي. تمام. قال لك والله كمان من ضمن اسباب القولون العصبي الضغط. في ناس بيجيلها القولون بسبب ايه؟ اللي هو في ستريس، ضغط شغل، في اللي هو النفسيه، اللي هو في حاجه سايكاتريك. تمام. تاني حاجه معايا اللي هو الجاسترو انترايتس. كلمه جاسترو انترايتس بتتقسم ل3 كلمات: ايتس انفلاميشن، وجاسترو اللي هو التهابات او اللي هو النزله المعويه الشديده او نزله معويه، واللي هو التهاب يعني في المعده والامعاء. تمام. ده بيكون عبارة عن بوست انفكشن او فيرال انفكشن. ممكن يكون سببه فود هايبر سنسيتيفيتي، حد عنده هايبر سنسيتيفيتي من البيف او الايج او اللي هو الصويا برودكت. ممكن يكون حد عنده فاميلي هيستوري، عبارة عن جينات حد عنده قولون فهو برضه عنده قولون، زي مثلا السكر والضغط. ممكن يكون سببه سي ان اس، زي ما قلنا حاجة نفسية او عصبية، عنده مثلا انجزيتي، عنده ديبريشن، عنده ضغط، عنده اكتئاب، في استرس. تمام. قال لك والله كمان اللي هو هنا من ضمن اللي هو الاعراض بقى اللي بتحصل معايا، في اعراض بتبقى خاصة باللي هو الجي اي تي، واعراض ملهاش دعوة بالجي اي تي. الاعراض اللي هي خاصة بالجي اي تي بيبقى في الم في المنطقة في البطن من تحت، بيبقى في بلوتنج وديستنشن، في اللي هو انتفاخ، بيبقى مصاحبه امساك او اسهال، دياريه او كونستيبيشن او الاتنين مع بعض، بيبقى فيها ميوكس. بتشعر ان اللي هو incomplete evacuation، يعني اللي هو لما يجي يخش الحمام او كده يحس ان هو عايز يخش تاني. بيشعر بالارجنسي. تمام. قال لك والله كمان الاعراض بقى اللي هي ملهاش دعوه بالجي اي تي، اللي هو اليوريناري سيبتوم، اعراض لليوريناري للجهاز البولي نفسه. الفاتيج، في ارهاق وتعب، في اللي هو ديسبارونية اللي هو بيكون عبارة عن ألم أثناء الانتركورس اللي هو الجماع، في هيدك، في صداع. تمام. قال لك والله كمان اللي هو الدياجنوزز انا بشخصها ازاي؟ قال لك انا بشخص اللي هو القولون العصبي ده من خلال اللي هو بيشنت هيستوري، زي اللي هو الابدومينال بين، حصل التريشن، تغيير في البول هابت، ابدومينال بلوتنج زي ما قلنا، في انتفاخ، في ديستنشن. في طبعا تشخيصات وحاجات كتيرة جدا بتبقى وفقا لمعايير معينة، زي اللي هو الروم 3 كرايتيريا. دي بيكون اشهر حاجة احنا شغالين عليها. الريكارنت ابدومينال بين اللي هو حتة ان بطنه توجع ويرجع الالم تاني، اللي هو الديسكomfort، مفيش ارتياح لمدة على الاقل مثلا لمدة 3 ايام، في الم برضو بيجي على الأقل كل 3 أيام لمدة كل شهر يعني. ده بيكون في آخر 3 شهور. تمام. كمان قال لك اللي هو بيكون له علاقة باللي هو حصل زي تغيير في الفريكوانسي، في اللي هو معدل البول أو تكرار البول، اللي هو تكرار الستول، سوري. اللي هو الستول ممكن يكون زي ما قلنا ديارية، وممكن يكون كونستيبيشن. الابيرنس نفسه، الشكل أو المظهر بتاعه، الفيزيكال اكزامينيشن لما نيجي نفحصه. تمام. قال لك كمان اللي هو اللاب تيست نفسه عشان اعمل اكسكلوجن. قال لك اول حاجه معايا اللي هو الستول. تمام. قال لك الستول بنشوف لو خدنا مثلا بلد بيبدا يظهر لي مثلا لو انا عندي بيبتيك ألسر، قرحه. لو هناخد مثلا حاجه اوفا من اللي هو البرازيت بيظهر لي لو هو عنده اميبا. زياده اللي هو الاي اس ار اللي هو سرعه ترسيب الدم، اللي هو الاريثروسايت سيرتيفيكيشن، اللي هو لو سرعة السيولة لما تكون عالية معناها في انفلاميشن، معناها عنده التهاب قولون تقرحي السريتيف كولايتس، او اللي هو الكرون ديزيز. تمام. ده بيكون الرينج بتاعه او النورمال رينج بيبقى اقل من 12 في الميل.
وأقل من 20 في الفيميل. ارتفاع الوايت بلاد سيلز لما اشوف خلايا الدم البيضاء بتكون عالية، دي معناها ان انا عندي انفلاميشن، وده ممكن يرجع لسبب زي اللي هو ارتفاع التي اس اتش، ارتفاع هرمون اللي هو الغدة، يعمل لي هايبر ثايروديزم، ده يسبب لي ديارية. يبقى الديارية ممكن تحصل بسبب ارتفاع اللي هو التي اس اتش. طيب واللي هو لو عمل لي بقى، لو هو عنده هايبوثايروديزم معناها هيحصل له كونستيبيشن، امساك. طيب في تحليل اللي هو خاص باللاكتوز، بشوف هل هو يقدر يتحمل اللاكتوز ولا لا. اللاكتوز انتوليرانس تيست، ده بيكون انا عندي ديفيشنسي في اللاكتوز، عنده نقص في اللاكتوز، ده يبدا يعمل لي دياريه، اسهال، وخصوصا مع المنتجات اللي هي الألبانية او المنتجات اللي فيها لبن، يعني الديري برودكت. طبعا بنبدا نعمل اشاعات زي اللي هو الراديوجراف، حاجات اشاعات، واللي هو السي تي سكان. طيب قال لك ايه كمان هنا؟ قال لك اللي هو انا ببدأ اعالج اللي هو الاستراتيجيات نفسها. قال لك هنا في علاج اللي هو بيكون نون فارماكولوجيكال، يعني اللي هو مفهوش ادويه او مواد فعاله. ايه هي الادويه؟ الحاجات دي والله هيشوف القولون لو سببه حاجه سيكولوجيكال ستريس او انجازاتي، هتقول له ايه، انا عايزك تعمل ريلاكسيشن، تعمل استرخاء، اللي هو تطلع الحاجات دي من دماغك، ما تفكرش فيها. لو سببه مثلا اكل، يبدا يتجنب الاكل او الفود اللي بيبدا يعمل له حاجات زي كده، زي الايج والبيف والصويا برودكت. ابدا اللي هو فايبر سبلمنت، ابدا اديله الياف. الالياف دي بتبدا تحسن اعراض اللي هو الكونستيبيشن الديارية، تحسن أعراض الإمساك والإسهال. طبعا الألياف اللي هي الحاجات الخضراء والخضروات والفواكه والحاجات دي. هنا اللي هو بالنسبة للقولون اللي سببه كونستيبيشن ده بيبدأ يزيد، أبدأ أزود له الفايبر أو اللي هو الألياف في الدايت بتاعه، أبدأ أعمل له فلويد انتيك، أبدأ اللي هو يعمل له ايه اكسرسايز، يبدأ يتمرن كتير، عشان ده بيبدأ يحسن اللي هو حركة الأمعاء نفسها. بالنسبة اللي هو الاي بي اس اللي هو القولون اللي سببه ديارية إسهال، أبدأ أتجنب الحاجات اللي فيها ألبان عشان هي بتعمل إسهال. لو حد مثلا شرب لبن او حد عنده امساك، يقول له اشرب لبن، عشان بيبدا يعمل ايه، اسهال، اللي هو يبدا يسهل حركه المعده. فهنا لو حد بقى عنده اسهال ما ينفعش يبدا، المفروض يتجنب اللي هو الحاجات اللي فيها البان. في حاله كمان اللاكتوز ديفيشنسي، عنده نقص في اللاكتوز، او اللي هو امتصاص الكافيين، والهيربال ميديسين اللي بتبدا تحتوي على السن احنا عارفين انها لاكزاتيف، فانا ببدا اتجنب الحاجات الملينات دي بنستخدمها لو حد عنده كونستيبيشن. ابدا اتجنب اللي هو الفركتوز والسوربيتول، الحاجات دي هتبدا تعمل اريتيشن وتبدا تعمل لي دايريا. الحاجات دي كلها لازم ابدا اتجنبها. طيب قال لك الفايبر نفسه او الالياف، في حاجات انسوليبل مش بتدوب، وحاجات اللي هي بتكون ايه سوليبل. قال لك والله الحاجات اللي هي الانسوليبل انا ببدا اضيف حاجات عباره عن بالك لاكزاتيف، زي اللي هو البوتيتو، البطاطا، الافوكادو اللي هو الفلاكس سيد، او اللي هو الاستروبري اللي هو الفراوله، او اللي هو حاجه اسمها الكينويا. دي حاجات انسوليبل مش بتدوب، فبتكون عباره عن حاجه بالك. طب الحاجات السوليبل دي بتبقى عامله زي الجل، بنستخدمها كأنتي ديارية لعلاج اللي هو الإسهال، زي اللي هو الأورانج اللي هو البرتقال، وده بيكون أشهرهم اللي هو البلاك بين اللي هو الفول الأسود، واللي هو البير اللي هو الكمثرى. تمام. قال لك والله كمان انا لما قلل اللي هو الاف او دي ماب، دي اختصار مجمع حرف من كل كلمة. اف دي اللي هو الفيرمنتال، واو اللي هو الاوليجو ساكرايد، والدي اللي هي داي ساكرايد، والام اللي هو مونو ساكرايد، والبي اللي هو البوليبول. عايز يقول لك الحاجات دي بتكون عبارة عن شورت تشين، سلاسل قصيرة من اللي هو الكربوهيدرات. الحاجات دي انا مش بمتصها من الجي اي تي، عشان كده النورمال فلورا بتبدأ تعمل فيرمنتيشن، تعمل تخمير لهذه السكريات وتديني غازات، والغازات دي هتبدأ تعمل لي بلوتنج، انتفاخ وديستنشن. يبقى الاوليجو سكرايد او اللي هو بوليمرات من اللي هو الفركتوز بنقول على اسمها فركتان. الداي سكرايد زي اللاكتوز، والمونو سكرايد مثال عليه الفركتوز، سكر الفركتوز عارفينه، والبولي اول اللي هو الحاجات اللي بتحتوي على الاو اتش. دي اللي هي بيكون اللي هو الالكحول شوجر زي السوربيتول والمانيتول. معلش صوتي رايح، انا تعبان وعندي برد شويه. فهنا هنكمل
ازاي انا اقدر اشخص اللي هو القولون العصبي؟ طبعا قلنا بنشخصه من خلال السيبتومز، الاعراض، نشوف لو عنده كونستيبيشن او لو عنده دياريه. لو عنده كونستيبيشن بنزود الفايبر، الالياف والفلويد انتيك. لو عنده اللي هو دياريه ببدا ادي حاجات تكون خاليه من اللاكتوز، لاكتوز فري، حاجات خاليه من اللي هو الكافيين. تمام. الحاجات بالنسبه للكونستيبيشن بنضيف حاجات زي اللي هو البلق، لاكزاتيف، حاجات ملينات. الحاجات دي او اللي هو بنضيف اللي هو السيروتونين اجونست. هنا بالنسبه للدياريه ببدا اضيف حاجات زي اللوبراميد، والحاجات اللي هي انتي سبازموتيك مضاد المغص والاسهال. بنضيف هنا حاجات سيروتونين 3 انتاجونست، هنا كان سيروتونين 4 اجونست، نفرق بيناتهم. تمام كده. هنا دي طبعا طرق اللي هو الميديكيشن، العلاج زي ما قلنا اللي هو بنعالج الكونستيبيشن، بنعالج الدياريه، نبدا نقلل الحاجات اللي هو الاسبازم اللي هو المغص بتاع الامعاء. طب ايه هو بقى الانتي سبازموتيك ايجنت؟ قال لك والله الانتي سبازموتيك ايجنت ده انا بستخدمه عشان ابدا اعمل ريليف، ابدا اهدي اللي هو الالم اللي موجود في الابدومينال، في المعده او في البطن. ده بنستخدمه طبعا لفتره قصيره، شورت تيرم. بنستخدم حاجات انتي كولينرجيك زي اللي هو الهيوسين. السايد افكت بتاع الاتروبين، مثال السايد افكت بتاعه زي اللي هو الاتروبين ليك اكشن. هنا كمان ممكن نستخدم حاجه زي بيبرمنت، النعناع حلو للمغص، بيحتوي على المنسول. النعناع زي ما قلنا ده بيبدا يعمل ريلاكسيشن، استرخاء للسموز ماسل. ويبدا طبعا بيقول لك انا ببدا اتجنبه في الجيرد اللي هو الجرثومه عشان هو بيعمل ريلاكسيشن لل عندي حاجه زي اللي هو الميبيفرين دي طبعا دي موجوده في الصيدليات، دي ماده فعاله موجوده في حاجه زي اللي هو الكوليفيرين. قال لك دي بتعمل ايه؟ بتبدا تعمل ريلاكسن او ريلاكسيشن اللي هو السموث ماسل للعضلات الملساء بشكل دايركت، وبتبدا تقفل اللي هو الصوديوم تشانل وتقفل الكالسيوم تشانل. يعني لو نزلت الصيدليه ولقيت اللي هو الكوليفيرين هتلاقي الماده الفعاله بتاعته ميبيفرين. الماده دي بتعمل ايه؟ بتبدا تعمل استرخاء للسموز ماسل، فتبدا تقلل اللي هو مغص والام القولون، فبتقفل قنوات الصوديوم والبوتاسيوم. تمام كده. قال لك والله انا ببدا استخدم الحاجات اللي هي الانتي ديبريسنت اللي هي مضادات للاكتئاب. بنستخدمها لايه؟ او مثال عليها حاجه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت. المواد الفعاله اللي فيه اللي هو الاميبرامين، وده موجود بالاسم ده في كماده فعاله وكدواء في الصيدليه، والاميتريبتيلين واللي هو النورتريبتيلين. الحاجات دي بيكون لها بنفيت، لها فوائد اللي احنا بنستخدمها عشان نبدا نعالج الدياريه، نعالج القولون اللي هو بيكون مصاحبه اسهال. تمام. طبعا بيبدا يغير الجي اي تي ترانزيشن تايم، ويبدا اللي هو تريتمنت اللي هو يبدا يعالج اللي هو الاعراض نفسها. ممكن ابدا اديله حاجه تانية زي اللي هو السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور. نحفظ الشكل ده SSRI سيلكتيف سيروتونين. طبعا السيروتونين اختصاره 5HT. تمام. يبقى سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك ار انهبيتور. لازم نحفظ كمان المواد الفعاله اللي جوه السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور اللي هو الفلوكسيتين والستالوبرام واللي هو البروكسيتين. طبعا البروكسيتين موجود في الصيدليه باسم بروكسيتين، والستالوبرام موجود في اللي هو الستالو والاستيكان واللي هو الاستالوبرام نفسه واللي هو الفلوكسيتين. الحاجات دي بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تهدي الالم نفسه اللي هو خاص بالتراي سايكليك انتي ديبريسنت، اهو يهدي الالم في الحاجات دي. فما نستغربش لما الحاجات دي نلاقي دكتور بطنه مثلا كاتب على الحاجات دي وهو اصلا تقول لي الحاجات دي بتاع نفسيه وعصبيه، لا ده هو كاتبه عشان يبدا يهدي حركه العضلات الملساء اللي هي عامله القولون العصبي، ويبدا يقلل الالم شويه. تمام. عشان هو سبب القولون اصلا ستريس او اللي هو السايكاتريك. بنبدا نستخدم للحاجات للقولون اللي مصاحبه دياريه، اسهال او كونستيبيشن، امساك. تمام. قال لك ايه كمان؟ قال لك والله ده هنتكلم على الحاجات اللي هي الفارماكولوجيكال اللي فيها بقى ماده فعاله. خلي بالك السلايد دي مهمه جدا جدا وبيسالك عليها. يقول لك من امثله اللي هو السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور مين؟ فلوكسيتين وستالوبرام وبروكسيتين، او كل ده اكسبت ما عدا مين؟ الاميبرامين. لازم نعرف الامثله. الاميبرامين واللي هو الاميتريبتيلين ده تبع مين؟ ده تبع التي سي اي اللي هو التراي سايكليك انتي ديبريسنت. نفرق ونعرف كل واحد بنستخدمه عشان نعالج ايه بالظبط.
طيب الحاجات اللي هو الفارماكولوجيكال اللي فيها مواد فعالة، قالك والله انا بشوف لو هو مثلا عنده امساك كونستيبيشن ببدأ اديله حاجة لاكزاتيف ملين زي اللي هو البالك لاكزاتيف. مثال عليه اللي هو الميثيل سيلولوز او اللي هو البيسيليوم او اللي هو البولي كاربوفيلي او اللي هو البران. تمام. اللي هو تاني حاجة ممكن اديها تبع الحاجات الملينات حاجات ازموتيك زي البي اي جي اللي هو البولي ايثيلين جلايكول والجليسرين. ببدأ ادي حاجات ستيمولانت لاكزاتيف، حاجات تبدأ تكون ستيمولانت، الحاجات دي بتكون ورسن في الابدومينال بين زي السنة دي طبعا بنبدأ نتجنبها. ببدأ ادي حاجات ايموليانت ملينات او مرطبات زي اللي هو الكلورايد شانل اكتيفيتور، مثال عليه اللي هو اللوبي بريستون. ببدأ ادي حاجات زي اللي هو الجونيليت سايكليز سي اجونست، مثال عليه حاجة اسمها اللينا كلوتايد. ببدأ ادي حاجة سيروتونين اجونست زي اللي هو التيجا سيروت. تمام. نحفظ الحاجات دي والامثلة اللي عليها. طيب زي ما اتفقنا كده الخطة بتاعتي لو حد عنده ديارية او قولون مصاحبه ديارية اسهال ببدأ ادي حاجة انتي بكتيريا مضاد للبكتيريا زي اللي هو الريفاكسيمين، وده غالبا بيكون انتي بايوتيك. بدي حاجة اوبيويد اجونست زي اللي هو اللوبراميد، بنستخدم عشان نعالج الديارية، يبقى نعرف المادة دي اللوبراميد بتعالج مين؟ الديارية. ببدأ ادي حاجة سيروتونين انتاجونست زي اللي هو الالوستيرون. دي كده كانت محاضرة النهاردة، أتمنى تكون استفدتوا، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.